السلام عليكم. هو احنا هنشتغل ازاي على الاستوديوهات التخيليه بتاع البي ماكس؟ الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. المهم ان انت تعرف تشتغل ازاي. هو البي ماكس الموضوع بسيط جدا سهل جدا. يعني شخصيا ما كنتش اعرف فيها اي حاجه، بس بالتدريب بقى واكتشف انت بنفسك كده هتلاقي فيه حاجات جميله جدا. ازاي تدمج صور، ازاي تدمج فيديوهات، ازاي تعمل مش عارف ايه، ازاي تشتغل، ازاي تحط له فوق، ازاي تحرك الحاجات جوه البي ماكس. الموضوع سهل جدا. طب احنا هنشتغل ازاي على الاستوديوهات التخيليه؟ طيب لو جينا نبص كده ونقول نضيف استوديو تخيلي وليكن زي ده كده اللي هو موجود قدامنا ده، وعايزين نضيف فيه ضيوف. هنا كذا ضيف زي ما الناس كانت بتسأل. طبعا الحركه بتتحرك من هنا زي ما احنا بنشوف كده. كده مثلا اهو نضغط على الكاميرا بتاعتنا هنا ونيجي نختار الشكل اللي احنا عايزينه، هنلاقي الاستوديو اتحرك زي ما انت عايز كده. الموضوع سهل جدا اهو. تخرج وتخش والافكتات اللي هي في قلب الاستوديو نفسها. جميل كده. الموضوع سهل اهو. طبعا الحاجات اللي ظاهره تحت هنا ديت تبقى دي كاميرا واحد، كاميرا اتنين، كاميرا ثلاثه. لو انت شغال كذا كاميرا، ودي صوره الديسكتوب اللي احنا شغالين بيه، وده الاستوديو التخيلي اللي احنا عايزين نشتغل فيه. طيب دلوقتي احنا عايزين مثلا معانا كذا ضيف وعايزين نحطه. طبعا الاستوديو التخيلي ده هنا المشكله ان انت عشان تشتغل بيه باك جراوند عاديه خالص، لو انت مسجل الفيديو عادي مع مجموعه، ومثلا هنشوف دلوقتي لو جينا نحط هنا لازم نعمل الاول اضافه للفيديو اللي احنا عايزينه علشان نشتغل. هنعمل هنا اد انبوت، يعني اضافه الحاجه اللي احنا عايزينها، ونيجي مثلا وليكن هنا ونختار اي فيديو احنا نكون عاملينه، مثلا زي حاجه زي كده. اللي انا هنشتغل على النهارده اللي هو الايه اللي انا كنت عامله من شويه ده. انت معاك كذا ضيف اهوت هنا اهو، وعايزه يظهر كله هنا. هتتعامل مع لما نيجي في الستيب هنا كده ونيجي نختار التالنت ايه دي اللي هو الضيف، هنتعامل مع الدول كانهم ضيف واحد، وننزل نختاره من الاختيارات هنا اللي هو هنا ده. طبعا انا شغال هنا على كروما زي ما انتم شايفين كده عشان الثلاثه يبانوا في الخلفيه بتاع البرنامج اللي انا كنت بتكلم عليه. لو انت مسجل على خلفيه كده فخلاص هي الخلفيه اللي بانت عندك، فانت ضيعت المتعه بتاع الاستوديو التخيلي. هنا لما نيجي نخش كده مثلا في الصوره بتاعتنا ده، الصوره بتاعتنا اتاكلت زي ما بنقول. طب احنا دلوقتي شغال على كروما، لازم يكون عندك كروما زي ما احنا شغالين كده، تمام. ونضغط عليها عشان نحدد الكروما بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. طبعا وانت بتشتغل على كروما خضراء، كروما زرقاء، البي ماكس تقريبا بيشف على كل حاجه ما عدا الابيض تقريبا، على زي ما انا جربت يعني. هنختار كروما كي. طبعا هي خلفيه كروما خضراء، هي دي اللي الناس متبعه بقى كلها اللي بتشوفها في الافلام وحاجات زي كده. ونرجع على حاجه اسمها كروما كي فلتر، والاختيار التاني ده اللي هو الانتي، ونختاره ميديوم، ونيجي في النص هنا نختار على رقم 2. الكروما بتاعتنا اتفرغت اوتوماتيك هنا اهوت. طبعا عايزين نظهرها شويه، نيجي من الفلتر هنا ونظهرها. نرجع هنا بقى عندنا الكروما بتاعتنا في الاستوديو زي ما انتم شايفين كده. جميل. ده الفيديو بتاعنا. طيب انت معاك بقى 3 ضيوف. بقى معاك مثلا هنا الاستوديو، تيجي تشتغل عليه كده هتلاقي مثلا سكرين واحد اللي هي هنا دي زي ما انت شفت بعدت كده اهوت. الاستوديو بعد، تمام. عايز السكرين واحد ده تحط فيها مثلا وليكن اي صوره، تعمل بوت لاي حاجه، ونجيب صوره مثلا ونجيب او فيديو مش هتفرق، مش لو انت عايز حاجه متحركه معاك اهو. ونروح هنا على المكان بتاع اللي انا قاعد في الشغل مثلا خالص
اللي هو الخاص ده، ونحط مثلا اللينك دوت اللي هو اللي يشترك معاه في القناه وحاجات زي كده اهو، ونقول له دوب يعني خليك تكرر نفسك، ونيجي في السكرينه التانيه ونحط نفس الفيديو في السكرينه دي بقى اللي هي قدامنا هنا دي، اللي هي دي كده، عايزين نحط لها حاجه برضو، نجيب السكرينه اللي هي بتاع الديسكتوب دي، سكرين ستيج، تمام، سكرين 3 نفس القصه برضو بقت معانا اهو. لما نيجي نشتغل كده ونخش بالإفكت بتاع البرنامج نفسه بتاع الكام، بقى معانا الشكل ده، خرجنا بره بقوا 3 شاشات شغالين زي ما انتم شايفين كده. طيب ده مفيش تناسق هنا بين الديسك والناس. هنيجي نشوف التالنت ده هو رقم كام، 7 هنا اهو، واضغط دبل كليك هنا يظهر لي الشكل ده. نيجي على حاجه اسمها بوزيشن ونختار رقم 7 اللي هو الضيف جيست ده، ونبدا نحركه يمين شمال، نكبره ونصغره، مش هتفرق معاك بحيث انه يبقى متناسق مع الايه، مع الديسك ده. نفس القصه برضو نشوف هنا الديسك ده لو عايزين نكبره شويه، نخش نشوف الديسك ده رقم كام هنا، ونضغط دبل كليك على الاستوديو نفسه، ونروح على رقم 6 مثلا زي ما هو كان الديسك، ونكبر نصغر زي ما احنا عايزين كده. انت معاك 3 ضيوف اهو، 3 ضيوف زي ما انت شايف كده متفرغين، الكرومه بتاعتهم السوا بتاعنا عملناه كده. ونبدا نخش في الاستوديو لو احنا عايزين نجربه، الاستوديو كده بعد معانا اهو، نجرب ونشوف عايزين ايه. السلام عليكم. هنتعلم النهارده ازاي نستخدم الاستوديوهات التخيليه اللي في الفيمكس. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. الفكره كلها ان هو برنامج جديد زي اي برامج، انا ما كنتش اعرف فيه حاجه الاول، وعشان اعرف فيه حاجات تابعت فيديوهات كتير قوي من على اليوتيوب، وبدات انا اشتغل بنفسي اجرب، مش بره ما يكون في شغل ولا ما فيش شغل، بعمل انا برامج مثلا حاجات زي كده، ببدا اجربها انا بنفسي واحده واحده. لما بجرب طبعا معلش عذرا بقى الصور في عشان الم الكرومه عندي مش كبيره والمكتب كده، فتلاقي الصور هتبقى مقصوصه سنه. احنا بنعمل بس حاجه مثال لا اكتر ولا اقل. دي بتعجبك خلاص ما فيش مشاكل، ما بتعجبكاش خلاص مش هتفرق طبعا كتير. انت عارف الحاجه بس ان انت بتبقى بره الشغل بتاعك، بره اللايف زي ما بيقولوا. هو عباره عن ورقه فاضيه، بعض الافكتات موجوده فيه كده، انت تحاول تزود عليها بدماغك انت بخيالك انت. نشتغل عليها ازاي؟ الموضوع بسيط جدا زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. انا افترض بقى زي ما احنا قاعدين كده مثلا، وهنجرب ان احنا يبقى معانا ايه اكتر من ضيف في الحلقه. هنتعامل مع الاستوديوهات التخيليه كاننا بالظبط هو نفس الشخص، بس الفكره كلها ان انت تعرف تشتغل ازاي. الضيف الواحد دي كده كانت نفس الفكره. لو انت بقى نفس القصه لو عايز تحط على اي استوديو تخيلي تاني بقى نفس القصه اهوت، مثلا واحد زي كده، ونيجي نختار نفس الموضوع التالنت بتاعنا اللي هو الضيف يعني، ونيجي ننزل تحت هنا ونختار بقى نفس القصه. طبعا مفيش تناسق هنا. نيجي نشوف التالنت ده رقم كام، ونضغط دبل كليك ونروح ل6 ونبدأ نصور. ده الديسك، التالنت هنا رقم 5، نروح على رقم 5 او نخلينا في 6 زي ما احنا، ونكبر الديسك شويه بحيث ان هو يجيب الناس كده. انت بخيالك بقى زي ما انت عايز، وتحركه يمين شويه اهوت، وتروح على رقم 5 اللي هو الضيف، وعايز تكبره شويه تعمله زي ما انت عايز، ترفعه فوق تنزله تحت بقى بحيث انه يبقى متناسق مع ايه، مع الخلفيه اللي انت عايز. نفس القصه زي 3 قاعدين جنب بعض. زي القطع ده عشان ندي مثال بس، عشان المكان عندي ضيق شويه برضه ده.
اتنين زي اي حد. انت تستخدم كاميرا حلوه بس خلي عندك توزيع الاضاءه بتاعتك يكون كويس بحيث انه يجيب الضيفين الاثنين. وبعد ما يجيب الضيفين الاثنين لوحده ابدا انت قطع براحتك واعمل اللي انت عايزه. اتعامل مع الموضوع بالظبط كانه هو ضيف واحد. انت قاعد ثلاثه بس شرط ان انت يكون عندك كرومه بحيث ان انت تعرف تشوف من عليها. يعني الموضوع سهل جدا اهو. انت معاك ضيف، معاك اثنين، معاك ثلاثه، معاك اربعه. حاول لو انت عندك كرومه تاخدهم كلهم. لو انت هتشتغل لانك انت ايه تحطهم في في الخلفيه او في الاستوديو التخيلي. لان لما تيجي تعمل تك زي ما انت كده 1 2 3 عشان تحط زي اللوجوهات كده بالظبط قدام وورا وفي النص وحاجات زي كده، انت محكوم باستوديو تخيلي. هو بيقول لك ده الشكل العام اللي انت هتحط فيه الحاجات اللي انت عايز تحطها، هتتحط في الوضعيه الفلانيه. الا اذا كنت انت قادر بقى وعندك الموهبه ان انت تعمل ايه؟ ان انت تعمل استوديو انت زي ما هو في بلاك كده وحاجات بلانك كده وفاضي ابيض، وتبدا انت تقسم تحط الحاجات بتاعتك. عايز تحط الديسك في الحته الفلانيه، عايز تصمم انت استوديو تخيلي بخيالك انت بس. ده كان الموضوع باختصار كده اهوت زي ما انتم شايفين. موضوع سهل جدا بسيط جدا. الفكره كلها ان انت تحاول تجرب بايدك، جرب بنفسك. الضيف زي ما انت هتعمله لازم يكون عندك كرومه اتفقنا عشان تشتغل بيه في الاستوديوهات التخيليه بتاع البيمكس. يا رب اكون قدرت اوصل المعلومه لاكتر ولا اقل، بس هو كلنا بنجتهد يعني. سلام عليكم.